بسم الله توكلت على الله. يا ألف أهلا بحبايب المصطفى في الكوكب كله. نوحد الواحد ونصلي على حبيبكم الهادي. والنهارده هنعمل سوا وصفة كلنا تقريبا بنحبها، ما بيختلفش عليها اتنين: الكوردون بلو. كل العملاء بتوع اوبن بوفيه دايما بيشتكوا ان لو عملوا كوردون بلو عندهم في البيت بيفك في الزيت والجبنة بتسيح وكلام من ده كتير. احنا النهارده هنعمل الكوردون بلو وهنعرف بناتنا ازاي ممكن تصلح اي عيوب فيه بحيث ان هو يبقى تمام ما يفكش ابدا للمواسم او العزومات او حتى لللانش بوكس في الرحلات. هنعرف كل ده سوا لما ندخل الفيديو. اتفضلوا معايا. بسم الله. انا جاي ان الاوردر ده جزء من البانيه متفتح وجاهز على اللف، وطبعا سيء جدا جدا هتشوفوا معايا في الفيديو. والجزء التاني جايني قطع صدور كده كل نص لوحده زي ما انتم شايفين. هبدأ انا افتحه بالطريقة اللي شايفاها انها صح عشان يفرد معايا الصدر بتاع البانيه، وفي نفس الوقت يديني كمية كويسة ويساعدني على ان انا الفه كويس. حتى الحتت الصغيرة منه بتقدري برضو تفتحيها كويس مادام جايلك سليمة على بعضها. زي ما حضراتكم شفتوا كده، انا بمسك الصدر الاول، بشتري الموزه اول حاجه وابدا اخد الصدر اخده من النص فتحه، وكل نص منهم ابدا اخد منه نص تاني وما اقطعوش عن بعض، ما افصلوش عن بعض. الحتت المفتوحه تحت دي ما تقلقيش منها خالص، لان احنا عندنا تصليحات هنعملها عينه زي ما انت شايفه كده دلوقتي، كنوع يعني من التصليحات اللي احنا ممكن نشتغل بيها. وبعد كده هنكمل الصدر كله زي ما احنا شايفين. ده صدر من اللي جايين لي زي ما انت شايفه، يعني متهالك، بس برضو بحاول استعدله كده واظبطه قبل ما اشتغل بيه. هشتغل كل الموز، انا بعيد عليكم اكتر من مره عشان بناتي اي عضمايه مثلا في موجوده في الصدر ما اتشالتش اشتريها. زي ما انت شايفه هنفتح من النص، وبعد كده كل نص نرجع نفتحه تاني زي المنديل، بس ما نفصلوش عن بعض. ولو فصل عن بعض غصب عنك ما تخافيش، هنقولك ازاي هتعالجي كل المسائل دي. زي ما انت شايفه كده بقى مفتح كده جنب بعضه، واداني مساحه كبيره، وفي نفس الوقت بقى طخانه اللحمه معقوله عشان اقدر اشتغل بيها. وهبدا احط الفراخ بين كيسين وابدا ادقها. دايما هتدق الفراخ بحاجه ناعمه، يعني لو عندك الشاكوش بتاعك المدق بتاعك له الناحيتين بارزين كده ما تستخدموش، ده نستخدمه للحمه بس يا بنات. المدق ده البروز نستخدمها للحمه، لكن الفراخ او السمك دايما بندقه بحاجه ناعمه يا دوب تفرد معانا. وبناخد الدق دايما لبره عشان نفرد قطعه البانيه كويس. ده هيفيدنا في ان احنا هنلف اللفه رقيقه يبقى طعمها حلو، وهتبقى كمان حلوه في السوا قوي، هتستوي بسرعه. انا عندي البهارات اللي انا هشكلها بالكوردون بلو. الاساسي معايا في التتبيله قبل اي حاجه العطريات اللي هي الريحان، بردقوش، ونعناع اخضر. تمام، 3 حاجات دولت اساسيين معايا عشان معطرين، وهم بالكوردون بلو بتبقى حلوه بالمنكهات الطبيعيه دي. بسم الله. قلنا هنا ريحان باودر، تمام، ودي ذره قرفه صغيره قوي، مش عارفه تبقى باينه عندكم ولا ايه في الكاميرا، قرفه بسيطه كده. ودي بهارات فراخ، ريحان، قرفه، بهارات فراخ، توم باودر، بابريكا، بردقوش او زعتر المتاح عندك، ده بردقوش، تمام، فلفل اسود، بصل باودر، حبهان ناعم، نعناع اخضر، وجنزبيل باودر، تمام، وطبعا اكيد ملح. تتبيله الكوردون بلو بتكون كلها باودر كده وناشفه ما فيهاش اي سوائل خالص، ده الصح بتاعها. وهقلب كل البهارات بتاعتي عشان استخدمها بقى الوصفه بتاعتي كلها مره واحده في ارضيه الطبق كده. وهرش شويه بهارات من اللي معايا وابدا احط الفراخ طبقه فوق طبقه، وبين كل طبقه برش بهارات وملح من التتبيله اللي عملناها عشان ابقى ضامنه ان كل الفراخ بتاعتي اتبلت كويس. طبعا في الحاله دي تقدري تسيبيها بقى ايه ساعه 2 يوم، كل ما هتسيبيها في التتبيله كويس. ولو ان هنا في الكوردون بلو بالتحديد مش لازم انك تسيبيها فتره طويله، لان انت لما تلفيها اصلا هتفضل برضو في تتبيلتها لغايه ما تيجي تتحمر. انا معايا هنا الحشو الكوردون ده ترك مدخن، دي كرومه مدخن يعني، ماشي. ايا كان كل واحد بيحشي بالطريقه اللي هو عاوزها وبالاصناف من الجبن اللي هو عاوزها، لكن هي دي الاساسي اللي معانا في شغلنا احنا، اللي بنطلع بيها كوردون بلو ممتاز في اي مكان وبينول اعجاب الموجودين الحمد لله. والطلب مني كوردون بلو على القناه بس بنفس الطريقه اللي اكلوها، فهي دي نفس الطريقه اللي انا شغاله بيها اللي اكلوها، وعشان كده
عاملاها لهم بنفس النظام يعني. ده التركي المدخن، معايا بيفي ماشي، جبنه شيدر، جبنه رومي او برميزان خلاص، ومعايا جبنه مثلثات اي نوع تحبيه. اي جبن بتطلع معاكي من الحشو تقدري تستخدميها تاني في الحشو برضه. عندي طريقتين بحشي بيهم الكوردون. الاولانيه زي ما انتم شايفين كده، هحط الجبن كلها على بعضها وفي قلبهم قطعة المثلثات. لو عايزة تسيبي القطعة على بعضها وتحطي قطعتين جنب بعض زي ما تحبي، انا دايما بقسمها بالنص كده زي ما انتم شايفين. تقدري طبعا تحطي جبنة موتزاريلا دلوقتي، لكن طبعا الجبنة الموتزاريلا فايدتها وهي سخنة بس، وهي سخنة قوي هتسيح بقى وتعمل شو معاكي حلو كده، لكن بعد ما بردت خلاص ملهاش لا طعم ولا اي اهمية في الحشوة بتاعتنا. فبالتالي انا بحط الحشوة اللي هتفضل مستمرة معايا ومدياني طعم، والكوردون سخن او بارد هتبقى طعمها ممتاز جدا جدا. وعشان الجبنة المثلثات دي بالتحديد نوعية اللافاشكري بيبقى فيها شوية ملوحة، بيبقى مديها طعم جميل جدا مع الدسم اللي فيها للحشوه بتاعه الفراخ. جربيها هتعتمديها ان شاء الله. وطبعا لو عندك الجبن دي كلها مبشوره برضو شغاله معاكي زي الفل، جميله جدا، تبقى كمان احلى من القطعه دي. لكن دي اللي جابتها لي العميله عشان اشتغل بيها في الفراخ بتاعتي، كل حاجه سليمه. لكن لو جات لك مبشوره، عندك جبنه مبشوره، اشتغلي بيها وانت مطمنه، هتبقى احلى كتير من القطع الجبن السليمه، لانها هتكون معاكي سهله في اللف. وفي الحاله دي هتفرشيها على وش على طول الفراخ، مش هتعمليها رول زي ما انا بعمل دلوقتي وبعدين تحطيها في الفراخ، لا، انت هتلفيها من الاول الرول على نفسه وفي قلبه الحشوة الجبن المبشورة، هتبقى طعمها جميل جدا. وهي دي الطريقة التانية اللي في الحشوة بقولك عليها، اللي هي ان انا بحط قطعة الفراخ بس. الجزئية دي معلش انا اسفة جدا تقريبا ما اتصورتش معايا. بحط قطعة الفراخ وبفرد في قلبها كل الجبن والفها على نفسها رول زي اي حاجة بنعملها. بتبقى جميلة جدا كمان، لكن ده يكون في الفراخ السليمة. لكن الفراخ زي ما انتم شايفين اللي هم جايبينها لي متهالكة، كلمة قليلة قوي عليها يعني، لكن ان شاء الله هنظبطها برضو وما تقلقيش جدا من اي تفتيحات فيها. زي ما انت شايفة لو الفراخ معاكي مساعدة هتجيبي الطرفين من الجناب اكنك بتحشي ورق عنب كده وتبدأي تلفي عليهم الكوردون. ولو الفراخ مش مساعدة وعاملة معاكي فتحات كتير ما تقلقيش خالص، عندنا النهاردة الحل السحري اللي ما تقالش لأي حد ولا حد قاله خالص في اليوتيوب ولا في أي وسيلة تواصل، هتشوفيها النهاردة بمنتهى البساطة والسهولة. الجبن كلها والمرتديلا اللي معايا هبدأ أستفها على بعضها هي والفراخ كده، المهم نحشيهم ونلفهم رولات وبعد كده نشوف هنكمل شغلنا ازاي. بعد ما خلصت القطع الكبيرة، في عندي كام قطعة بانيه كده حتت صغيرة اكنك هتحمريها للبانيه، يعني اقل من كف الايد، فطبعا هتبقى صغيرة قوي. اخدت بقى البواقي من الجبن اللي انا كنت شغالة بيها، حتة زيادة بتاع كنت بقطعها، ولو مفيش كده بقطع عنها شوية او ابشرها بالطريقة اللي تريحك، وهبدأ احشي كل القطع البانيه الصغيرة اللي عندي بنفس الطريقة. وعايز اقول لكم على حاجة، احنا مطولين في الفيديو ليه؟ لان الحقيقة انا بشوف كل الفيديوهات اللي من النوعية دي بتجيلي قطعة البانيه السليمة اللي مقصوصة كده قصة مقص وحاجة يعني جميلة جدا، اللي هي بقى شكلها حلو في الفيديو وكلام من ده. لما تيجي البنت تجيب البانيه من الفرارجي او حتى يكون خليهولها ومجهزه، بتلاقيه مختلف تماما عن اللي كانت شايفاه في الفيديو مع فليانة او علانة، فبتتلخبط والدنيا بتبوظ معاها. انا جايبالك البانيه زي ما هيجيلك بالظبط وزي ما هتشتغليه من غير اي ديكور من غير اي تزويق، عشان تبقي شايفه الدنيا قدامك بالظبط. عشان كده الفيديو شويه طويل، لان انا عارفه الكوردون بلو من الحاجات اللي الناس كلها بتحبها، تكلفتها عاليه جدا وبعدين بيخافوا انها تبوظ منهم في القلي. زي ما انت شايفه هنكمل كل الكميه اللي عندنا بنفس الطريقه ونشوف بعد كده الخطوه اللي جايه ايه. وبعد كده عندي دقيق وبقسماط وبيض، وعندي البهارات اللي جمعناها مع بعض من اول الفيديو. هحط على كل حاجه منهم معلقه من البهارات ديت بالملح اللي فيها، البيض والدقيق والبقسماط كل حاجه معلقه صغيره زي ما حضرتك شايفه كده. وبعد كده هقلب الكلام ده كله مع بعضه بالملح والبهارات اللي اتحط عليها. بعد كده هزود البيض ذرة ملح بسيطة واضربه كويس، وبعدين اضيف عليه حوالي كوباية حليب وارجع اكمل خفقه. وابدأ في المرحلة دي اخد قطعة الكوردون في الدقيق، ومن الدقيق للبيض والبقسماط، واحاول وانا بالدقيق والبقسماط امسك القطعة كويس جدا كده بحيث انها اثبت الكفر عليها. وزي ما احنا متعودين هنشغل الشغل الحاجات الجافة بايد وللبيض والحليب بايد تانية، بحيث ان احنا
ما نهدرش الخامات، وكمان ما تبقاش ايدينا مكلكعه وشكلها مش ظريف واحنا شغالين. هخلص كل الكميه اللي عندي واحطها في التلاجة على الاقل نص ساعه، يكون افضل عشان الكفر يمسك كويس جدا. ده من اهم الشروط معايا في نجاح تحمير الكوردون بلو. طيب احنا جهزنا الكوردون السليم اللي ما فيهوش تقطيعات على الطريقه القديمه الاساسيه اللي كلنا بنعرفها. طيب الكوردون بقى اللي فيه اتقطاعات كتيره جدا ده وفتحات غير طبيعيه، يعني مش تخلي الجبنه تسيح، تخلي الفراخ نفسها تسيح. فهنعمل فيها ايه؟ يلا نشوف هنعمل ايه سوا. اول حاجه معايا علبه زبادي، انا هعمل لها كفر جديد. طبعا هي لسه ما اتعملهاش اي كفر اللي مقطوعه دي، لكن الكفر اللي انا هعمله يكون طعمه وفوائده كتيره وعاليه، جنب ان هو هيربط وهيحافظ على الكفر بتاعي جدا. انا عندي كوبايه زبادي، بضيف عليها كمان بيضه، هضربهم كويس مع بعض، وبنفس كوبايه الزبادي هضيف كوبايه ميه، وهضرب تاني الخليط. هاخد كمان معلقه بهارات من اللي جمعناهم من اول الفيديو، طبعا احنا شغالين بالبهارات دي من الاول يا جماعه، خليكم فاكرين. هضيف بقى 4 معالق دقيق او 3 معالق على حسب الدقيق اللي عندي نوعيته. المهم ان انا هخليها زي عجينه، ما تبقاش خفيفه قوي ولا تقيله، زي عجينه الكيكه كده، في نفس التقل بتاع عجينه الكيكه. انا حاسه ان هي تقيله شويه او الكميه اللي عندي كتيره، فانا هزود عليها بيضه وهزود عليها معلقتين دقيق. يعني دلوقتي حطينا بيضتين، كوبايه زبادي، كوبايه ميه بكوبايه الزبادي، والدقيق بقى هحطه لغايه ما اظبط العيار بتاعي ان يكون العجينه تقيله شويه، وبعدين والملح بس، غير كده مفيش. وهبدأ احط بقى ايه الكوردون بتاعي واحدة بواحدة في الخليط ده كويس جدا، واشبعه، وبالذات الاطراف والحاجات المقطعة، وابقى واثقة ان هو الكفر الخارجي يبقى مغطي كل يعني كل مكان في الكوردون. وابدأ بقى ايه احطه في البقسماط، وطبعا البقسماط حطينا عليه معلقة بهارات من اللي احنا عاينينها، واضغط عليها جامد جدا من كل النواحي، بحيث ان انا ابقى واثقه ان البقسماط اللي هو الكفر الاخير مسك كويس في العجينه اللي عملناها. بيبقى عامل لها يا جماعه كفر جميل جدا، طعمه جميل، سمكه جميل، متماسك كده، ومخلي قطعه الكوردون لها شخصيه كده. مش بنهدر الجبن ولا بنهدر الشغل اللي عملناه واللي صرفناه عليها. لكن بصراحه الفكره دي جاتني نتيجه ان انا عندي اوقات كتيره بيجيني بانيه وحش قوي، مش عارفه اتعامل بيه يعني. طبعا بما ان الحاجه ام الاختراع، وانت جايلك اوردر بانيه عايزه تنفذيه كوردون بلو عايزه تنفذيه صح، فبضطر ادور على اي حاجه تطلع لي الكوردون سليم، لانه في الغالبيه العظمى بحمره وبيروح عند اصحابه يتقطع هناك وقت التقديم. فطبعا في الحاله دي لازم يروح لهم A1. الخطوة دي اختيارية، في حالتين بعملها: لو صبع الكوردون رفيع قوي ومش هيبقى تقطيعته معايا زي ما انا عاوزاها، او هضطر اقطعه بزوايا عشان يطلع كويس، او يكون لسه مش مطمنه كويس ان هو ربط حلو. ففي الحاله دي باخد اخر خطوه اللي هي الكفر الاخير بتاع الكوردون بلو العادي جدا، اللي هو بيض والحليب والبقسماط اللي احنا عارفينه هناك بدون دقيق طبعا. يعني بعتبر خطوه الدقيق بديل لها خطوة العجينة اللي احنا عملناها. وطبعا في زيت غزير، هيكون الزيت سخن جدا، وهنزل بحبات الكوردون واحدة جنب التانية، بحيث ان يكون في مسافة ما تكونش ملزقين في بعض قوي. وبعد كده اوطي النار، بحيث ان انا اخلي الفراخ بتاعتي تستوي براحتها وكويس في نار معقولة، لان لو فضلت النار عالية هيحمر من غير ما يستوي. انا استاذنت اصحاب الاوردر في كام حباية اقطعهم عندي من الصغير اللي احنا عملنا له الكفر بالعجينة، وكمان هقطع لكم كام واحده من الكبار اللي فيهم الكفر بالعجينه. واصحاب الاوردر هيبعتوا لنا الصور بتاعه الشغل اللي راح لهم وقطعوه ازاي. زي ما انت شايفه الجبنه طبعا دلوقتي نوعا ما بردت، مش لسه سخنه زي الاول، لكن برضو جميله جدا وسايحه وطعمها حلو قوي. الفكره في الجبن النوعيه بتاعتها بتفرق كتير في الطعم، واختيارها بيفرق كتير في الطعم. فاتمنى ان الاختيارات اللي انا اخترتها النهارده لما تنفذوا الوصفه على اساسها تعجبكم ان شاء الله، زي ما عجبت كل اللي دقوها بفضل الله. ده كمان عمود كوردون بلو، كان الجلده بتاعته من بره مقطعه خالص، فعملناه بالعجينه وعملناه بالبقسماط زي ما احنا شفنا مع بعض. هتشوفوا دلوقتي بسم الله ما شاء الله كميه التماسك اللي فيه. بجد بجد بعتولي اصحابه مش مصدقين ان الفراخ اللي كانوا باعتينها لي والبانيه متقطع بالطريقه ديت طلع الكوردون بالحلاوه ديت. والحمد لله شرفهم قدام ضيوفهم. واتمنى ان شاء الله ان انتوا لما تنفذوا الوصفه كلها بكل تفاصيلها تعجبكم. ولو حد اتعرض لموضوع ان الفراخ تكون متبهدله زي ما بتجيني كده، ونفذ الوصفه اللي احنا عملناها دي،
اكون سعيدة جدا جدا لو قال لي على رأيه واللي حصل معاه في الوصفة. ما شاء الله لا قوة الا بالله. اتمنى تجربوا الوصفه وتجربوا الاضافه اللي احنا عملناها، ويا ريت تبعتوا لي في التطبيقات بتاعتكم الصور بتاعه الشغل اللي انتوا عملتوه. هكون سعيده جدا جدا. ولو في فرد واحد بس استفاد بالفيديو النهارده او بالاضافه اللي احنا عملناها لتصليح الكوردون بلو، ده هيكون بالنسبه لي منتهى السعاده، ولله الحمد على كده. اتمنى الفيديو يعجبكم، اتمنى تشاركونا القناه وتشرفونا بوجودكم معانا. وجودكم معانا مصدر سعادة كبيرة جدا لقناة اوبن بوفيه وكل القائمين عليها. ومنتظرة رأيكم، منتظرة تعليقاتكم، منتظرة لايكاتكم، منتظرة مشاركتكم الجميلة في صفحة الفيسبوك وقناة اوبن بوفيه في أي منصة تواصل اجتماعي. شرفونا لو كنا نستاهل وجودكم معنا.